السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده فيديو جديد وريفيو جديد من ريفيوهات اجندات 2024. النهارده وصلني بوكس ماما في الشغل، هنعمل عنه ريفيو، نعرف كل محتوياته ونشوف كل التفاصيل الخاصه بيه. الناس اللي اول مره تشرفني على القناه، اهلا وسهلا بيكم. يا ريت ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك وكمان فعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نشوف الفيديو. طبعا في البدايه انا عملت الانبوكسنج، هتلاقوها على انستجرام وهتعرفوا الباكج كانت جايه ازاي. تعالوا مع بعض بقى نشوف المحتوى بتاع البوكس. ده كل الحاجات اللي جوه: اجنده اسبوعيه، في تو دو ليست، في بلانر يومي، في جورنال مصروفات، كتيب ستيكر، بلانر، حائط سنوي، نتيجه ايه، مقولات، كتاب تلوين، بوك مارك، وقلم كمان. تعالوا نشوف. انا حسيت ان السيم ده ارق سيم فيهم بصراحه السنه دي، فده اللي انا اخترته. تعالوا بقى نشوف جواها عامله ازاي. تعالوا نطلعهم كده كلهم وبعدين نفنطهم حاجه حاجه. البوكس لطيف شغال، هتحتفظوا بيه بالحاجه بتاعته. هو كده كده انكلودد في الباكج بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات اللي معانا. اول حاجه البوك مارك. البوك مارك خفيف قوي، ممكن تشبكوا كده في الورقه، وفيها مقوله ان احنا اصبحنا دلوقتي في مجتمع ماما في الشغل، اهلا بيكي، والبيجز بتاعتهم. بعد كده في هنا جورنال المصروفات. جورنال المصروفات ده شفناه قبل كده السنة اللي فاتت. هنا تخطيط المصروف للشهر، التاريخ، الدخل الثابت، الدخل المتغير، المديونات ومجموع الدخل الشهري. هنا جدول المديونات، التاريخ، قيمة المديونية، مصدر المديونية، قيمة المديونية قد ايه، ومصدر المديونية قد ايه تاني عشان لو في حاجة تانية. هنا جدول المدخرات، سبب الادخار، المبلغ المدخر، ومجموعة الادخار. هنا تحت يلا بينا نقسم فلوس الشهر. قسمي الفلوس على الفئات المختلفة اللي بتصرفي فيها، زي الاكل، البنزين، الخروجات، الفواتير، العلاج والى اخره. دي الفئه، القيمه، الفئه، القيمه، الفئه، القيمه. والصفحه بتبقى بعد كده في صفحه تانية بقى للمصروفات الفعليه. يعني انا هنا بس بعمل الفئات زي ما قلنا، مثلا فئه الاكل، فالاكل ده بيبقى جوه مثلا الخضار، الفاكهه، الالبان، المعلبات، المجمدات، وهكذا. فانا هحط مبلغ للاكل كله، واجي هنا بقى اكتب الحاجات اللي انا اشتريتها، البند، الفئه دي تبع فئه ايه، والقيمه اللي اتصرفت. في صفحه 2 3 4 صفحات لكل جدول او لكل شهر غالبا. وبعد كده بنخش على الشهر اللي بعده، نفس الكلام، تخطيطات مصروف الشهر الجديد وهكذا. طبعا اهي كبيره ومليانه، نقدر نستخدمها على كل شهر. عاجبني طبعا من السنه اللي فاتت انها منفصله، وان انا ممكن استخدمها في تخطيط الميزانيه بتاعتي، فلطيفه. ايه تاني؟ دي برضو من الحاجات اللي عجبتني وكانت لطيفه، اللي هي اجندة المكتب. كمان الديزاين بتاعها المفروض بتقف كده على المكتب، انا هعملها لكم كده بس عشان تشوفوها، لكن هي كده خلاص وقفت على المكتب، وببقى انا شايفه من هنا النتيجه. فانا بقلب كده، هنا عندنا يناير، وفي المقوله اهي تحت: إذا لم تقومي بتصميم خطة لحياتك فسوف تكونين مجرد جزء في خطة شخص آخر، وهكذا. طبعا الأيام، وكل يوم موافقه إيه، حد 2 3 4 خميس، وهكذا. طبعا السنة كلها متقسمة عليها أهي، شكلها كيوت ولطيف، لذيذة. تعالوا نشوف في إيه تاني. هنا قائمة المهام أهي، سيمبل، ما فيهاش اي حاجه. هنا بس اهميه المهمه، التاسك اللي بتعمليها الاولويه بتاعتها قد ايه، من 1 ل 4. وهنا الويكلي تو دو ليست بتاعتنا، وفي طبعا صفح كتيره قوي. طيب تعالوا في ايه تاني. في هنا بلانر يومي، ما اعتقدش ان دي كانت موجوده السنه اللي فاتت، مش متذكره للامانه، بس ما اعتقدش انها كانت موجوده. بلانر اليومي ده علشان نخطط اليوم بيومه. الناس اللي بتخطط بالساعه، انا الساعه كذا عندي كذا، الساعه كذا عندي كذا، الساعه كذا عندي كذا. وهنا هعلم على الشهر اللي انا فيه لو في ملاحظات، الاكل اليومي، روتيني اليومي، وهنا عدد ساعات نومي، عدد ساعات الرياضه، وقتي الخاص، الفيتامينات، عدد اكواب الميه، وتقييمي لليوم. دي لطيفه برضو جدا للناس اللي بتحب تخطط اليوم بتاعها اليوم بيومه. وانا عملت لكم فيديو عن التخطيط اليومي، تقدروا ان انتوا تشوفوه على القناه، يساعدكم في التخطيط بالساعه. طيب في ايه كمان؟ في هنا ستيكر جورنال،
برضو شكله كيوت، وكل الاستيكر بتاعته متقطعة ولطيفة، فيها اوبشنز كتير. بس كده. في كمان معاها كتاب تلوين صغير كتيب كده، في كذا رسمة. الورق بتاعه تقيل بس مش قوي، بس تقيل. بس طبعا انصحكم طبعا بالاستخدام الاقلام الخشب مش الفلماستر. في قلم شكله كيوت برضو لطيف معاهم. طبعا البلانر الحائطي كبيرة جدا، وفي مساحة كبيرة تكتبي فيه اللي انت عايزاه. يعني بصوا انا الكاميرا مش هتبينها لانها كبيرة جدا، ده كده كمان نصها. احنا هنمشي كده، هي كبيرة قوي قوي قوي. ده فرخ، يعني فرخ ورق كامل علشان تعملوا التنظيم بتاعكم. انا شخصيا بحب المخطط الحائطي يكون اصغر من كده شويه، بس في ناس بتحبه كبير، فده هيناسب الناس اللي من النوع ده. تعالوا بقى نشوف محتوى الاجنده وكل التفاصيل الخاصه بيها. كالعاده نشيل كل حاجه من قدامنا عشان نركز في الاجنده بتاعتنا. اول حاجه الكفر، هو مش هارد كفر، بس هو يعني مقوى شويه، معمول على ورقتين تقريبا، فتقيل شويه. الديزاين زي ما شفنا، هي الالستريتور عندها لطيف قوي، ولكن في ناس بتشوف ان الديزاينز بتاعت ماما في الشغل زحمه. ده مش تعليقي الشخصي، ولكن الرأي ده اتقال قدامي كتير قوي، ان الديزاين كله زحمة. فممكن مستقبلا يحطوا في البلان بتاعتهم انهم يحطوا شكل او اتنين مور سيمبل علشان يناسب جميع الاذواق. انا يعني الديزاين مش اكتر حاجة مفضلة بالنسبة لي، بس ده كان اكتر شكل عجبني في الاربع اشكال بتوعهم. تعالوا بقى نشوف المحتوى بتاعها فيه ايه. اول حاجة هنا اهلا بيكي في عالم ماما في الشغل. طبعا كالعاده زي السنه اللي فاتت للاسف ما كبروش السلك هنا محتاج يكبر علشان الورق ما يتقطعش. انا هنا بقابل احتماليه ان الورق يبقى معرض للقطع علشان السلك ضيق قوي. هنا الاجنده بتاعت 2024 بكل المواعيد، بكل التاريخ، بكل حاجه. هنا صفحه لاكتشف نفسك. هنا ايه اللي انا افتقدته في حياتي، ايه هي اسعد ذكرياتي، هنا ايه مجالات حياتي اللي انا بفتخر بيها، ايه اعظم انجاز ليا، افضل نصيحه تلقيتها في الحياه. هنا ايه اللي اقدر ايه اكتر حاجه انا بقدرها في الحياه. هنا لو تقدري تبقي شخص تاني تحبي تبقي مين. هنا ايه احتاجه عشان اكون سعيده. ماذا أقول لنفسي الأصغر، يعني أقول لنفسي زمان إيه. ماذا سأعود وأغير في حياتي إذا كان السفر عبر الزمن خيارا. هنا كيف أحب أن يراني الآخرين. هي دي بالنسبة لي مش قوي اكتشفي نفسك، لكن الأسئلة لطيفة. تعالوا هنا بعد كده، الصفحة دي لطيفة جدا ومهمة، ازاي احدد هدفي وازاي احط هدف ذكي. طبعا انا شرحت لكم الموضوع ده برضو اكتر من مرة، وهتلاقوه في كورس التخطيط. هنا ان الهدف بتاعي لازم يكون محدد، قابل للقياس، ذو صلة، له اطار زمني ويمكن تحقيقه، اللي هي كلمة سمارت بالانجلش، وشرحين لك كل حاجة منها. فدي لطيفة للناس اللي ما عندهاش فكرة ازاي تكتب هدفها، فبتديها باك جراوند عن انها تكتب هدفها ازاي، فدي كويسة جدا. بعد كده هنا عندنا لوحة، انتوا شايفين طبعا انا بتعامل مع الورق ازاي لاني خايفة يتقطع. الورق مش خفيف قوي، بس في نفس الوقت السلك هو اللي مشكلة. هنا لوحة الأهداف السنوية. استخدمي الستيكر ورسمي أشكال عشان تصممي لوحة أهدافك لسنة 2024. هنا الشخصية، العائلية والاجتماعية، العملية، أهداف عامة. بس ما فيهاش أكتر من كده، هي التقسيمة على 4. بعد كده مدينا تيبس او ملاحظات صغيره، 12 عاده عشان تستعيدي السيطره على حياتك. التقليل من التوتر والقلق، قللي استخدام التكنولوجيا، ممارسه التفكير الايجابي، النوم الجيد، وهكذا من الافكار زي ما احنا شايفين. طبعا في هنا التخلص من التسويف، واحب افكركم اني عملت ورشه اونلاين مجانا، هتلاقوها على القناه تقدروا تشوفوها، تساعدكم عن ان انتوا تبطلوا تسويف. بعد كده هنا 7 نصايح لاداره يومك بفاعليه. استخدمي الخرائط الذهنيه، وانا شرحت لكم برده الخرائط الذهنيه في ازاي تخططي للسنه بتاعتك، هتلاقوها على القناه. استخدمي قائمه المهام لمعرفه مهامك الاسبوعيه، جدول العادات. اهتمي باخذ قسط من الوقت خلال اليوم لفعل شيء يجلب لك السعاده، اللي هو المي
تايم، احضري كورس اداره الوقت من ماما في الشغل، هم كمان عاملين كورس لاداره الوقت. حددي الوقت اللي بتكوني فيه اكتر طاقه خلال اليوم لانهاء المهام الصعبه. اخلقي روتين يومي صباحي ومسائي. هنا بعد كده تقييم السنه اللي فاتت، وسايبين الصفحه فاضيه ما فيهاش جورنالينج اكتر من كده، which is مش احسن حاجه، ولكن تعالوا نشوف التخطيط الشهري يمكن معوضنا. زي ما قلت الاشكال الالستريتور كيوت قوي السنه دي، انا شخصيا بحب الالستريشن، فبالنسبه لي هي كيوت قوي. مواعيدك الشهريه، هنا الشهر اهو متقسم قدامي علشان اكتب لو عندي يعني مهمة معينة في تاريخ معين بكتبها. بعد كده هنا نظمي، ده هنا تنظيم للأكل ومهام البيت والمشتريات الأسبوعية، متقسم على 4 أسابيع. تمام. الأسبوع الأولاني كل يوم هعمل أكلة إيه ومهام البيت اللي هعملها والمشتريات الأسبوعية ليها وهكذا. بعد كده تخطيط الشهر، عاملين هنا الشهر ده الأولوية هتكون إيه، أهدافي الشهرية، الشهر ده هزود من إيه وهغير إيه، والشهر ده هتعلم إيه، وبعدين تقييمي ليه. هنا جدول العادات، شابوه جدا، برافو. أنا بحب الناس اللي بتهتم إن يكون في مجال لأكتر من عادة وصفحة مخصصة للعادات، مش مجرد عادة واحدة في الشهر. الموضوع ده بيضايقني قوي، لكن دي بصراحة كويسة. بعد كده نخش على طول التقسيمه الشهريه، مفيش برضو تفاصيل اكتر من كده، بس هقول لكم على حاجه، هم معوضين الموضوع كايند اوف بفكره الجورنالز المنفصله. يعني انا لو عايزه المصروفات هعملها هنا، لو عايزه تخطيط لليوم نفسه هعمله هنا انا ماسكه الاسبوع هقسمه وهشوف المهام بتاعتي وابتدي اوزعها ازاي بعملها في التخطيط الاسبوعي. وبعد كده ببتدي لو عندي تخطيط يومي بستخدم البلانر اليومي وبكتب فيها. نفس الكلام اهو. طب اخر الشهر يا ترى في هنا كمان كوتس صغيره، اكتر شخص لازم تبقى قريبه منه وفاهماه كويس قوي هو نفسك. في كوتس لطيفه كل صفحه. بعد كده دخلنا على فبراير. اوكي، قيمي ادائك لشهر يناير، ودي كويسه، سايبين لي مجال ان انا اقيم الشهر. بعد كده دخلنا على شهر فبراير، نفس الكلام طبعا بنفس الاسلوب. اعتقد مفيش تغيير بعد كده. ادي مارس. طيب بعد مارس يا ترى عاملين لنا تقييم ربع سنوي؟ لا، مفيش اي تقييم ربع سنوي او حاجه، هو خلاص بنخلص الشهر ونخش على الشهر اللي بعده وهكذا. بصوا الالستريشن عاجبني قوي بصراحه. كيوت، مش نمطي ومش مكرر في كل الاماكن، فدي حاجه لطيفه. ادي ديسمبر، تعالوا نشوف كده في الاخر في حاجه زياده ولا لا. هم سايبين اوكي، سايبين ورق ابيض شويه حلوين، علشان لو انت عايزه تكتبي اي حاجه، عايزه تعملي برين دمب، عايزه تخططي لاي حاجه، تخططي للباقي، سايبين لك ورق فاضي، فدي لطيفه. بس كده، وده الظهر بتاعها. زي ما قلت هي لطيفه. كقيمه مقابل سعر هكتب لكم سعرها على الشاشه. الموضوع يعني هي في الفئه العاليه شويه، ولكن مدياني اوبشنز، يعني مش مدياني اجنده وخلاص، لا، ده في اجنده، في بلانر يومي، في تو دو ليست، في جورنال مصروفات. هي مؤرخه فلازم تلتزمي بيها. تمام، انا مش بميل قوي للمؤرخ، ولكن هي مؤرخه. في نتيجة مكتب، ففيها شوية حاجات أنا واخداها، ففي شوية قيمة مقابل سعر. مشكلتي الكبيرة في السلك أو في الكويلنج، كان نفسي بقى أكبر من كده علشان الورق ما يبقاش عرضة لأن هو يتقطع واستخدمها براحتي. غير كده هي كويسة بصراحة. تقييمي ليها هتاخد 8 من 10. يا رب تكون عجبتكم وعرفنا كل التفاصيل الخاصه بيها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب للقناه. ولو عندكم اسئله سيبوها لي في الكومنت سيكشن تحت وهرد عليها. ولو عندكم اقتراحات ل ايه الحاجات التانية اللي انتوا عايزين تعملوا لها ريفيوهات، بلغوني في الكومنتات وان شاء الله هحاول ان انا اعملها لكم على قد ما اقدر. واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.